السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض كيكة جميلة اللي انتوا شايفينها دي، كيكة الرواني او كيكة البسبوسة. هي يا جماعة ليه سميناها كيكة البسبوسة؟ لان هي اصلا بتعمل بدقيق مع دقيق بسبوسة او دقيق سيمولينا. حاجة سريعة كده، مش هتاخد في ايدك 5 دقايق. بصوا يا جماعة عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين القطعة بتاعتها عاملة ازاي؟ جميلة. شايفين؟ هقول لكم دلوقتي على المقادير بتاعتها بالظبط، وازاي تطلع معاكي هشه وجميله كده زي ما طلعت معايا. يلا بينا بقى نكمل بقيه الفيديو بتاعنا. هندخل على المقادير على طول وبعد كده نشوف الطريقه. بس قبل اي حاجه هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هيكون عندي هنا كوبايتين من الميه، عليهم كوبايتين من السكر، عليهم عصره ليمونه. بصوا يا جماعه الشربات بتاعها دوت على حسب انت عايزه ايه. عايزاها مسكره هتحطي كوبايتين او 3 كوبايات كمان. لا حابينها مش مسكره قوي، يبقى هنحط لها كوبايه ونص من السكر على كوبايه ونص من الميه. اهم حاجه ان احنا يا جماعه الشربات بتاعها دوت يكون زي شربات البسبوسه بالظبط، يكون خفيف ما يكونش تقيل. بصوا بقى انا حطيت السكر كده مع الميه وسبتهم لغايه لما خلاص قرب يغلي. واول ما حسيت ان هو خلاص قرب يغلي هننزل عليه عصره الليمونه. هنسيبه بقى كده يا دوب يعني 5 دقايق او 7 دقايق بالكتير، وبعد كده نطفي عليه. تاني حاجه بقى تعالوا نعمل الكيكه بتاعتي. هيكون عندي هنا 3 بيضات، هحط عليهم رشه من الفانيليا وكمان عليهم كوبايه من السكر. طبعا انا هنا مش ماليه الكوبايه بتاعتي ديت، لان الكوبايه اللي انا حاطه بيها ديت الكوبايه ديت يعني العيار بتاعها كتير شويه او كبير. فانت استخدمي الكوبايه المعياريه العاديه او المج العادي اللي هو بتاع اللبن. وهنحط كمان عليهم هنا بعد ما ضربناهم كويس بالمضرب هنضيف عليهم هنا نص كوبايه من الزيت، وعليهم كمان نص كوبايه من الزبادي ونص كوبايه من الميه. حابه تحطي كوبايه كامله من الزبادي براحتك خالص، او كوبايه من اللبن بدل الزبادي برضو براحتك. انا هنا بديك كل الاختيارات. دلوقتي بقى بعد ما خلطنا المكونات السايله مع بعض، هننزل بقى على الخليط دوت بالمكونات الجافه. دلوقتي بقى عندي هنا كوبايه من دقيق السمولينا او دقيق البسبوسه، وكمان نص كوبايه من جوز الهند المبشور، وكوبايه من الدقيق. كوبايه الدقيق ديت يا جماعه هنخلها كويس، وهحط عليها كمان كيس من بيكنج باودر. وهنخل بقى المكونات ديت كده كويس الاول. ودلوقتي بقى هقلب المكونات دي كلها كده مع بعض. كده خليط الكيكه بتاعي اصبح جاهز، بس لازم نقلبه كويس جدا برضو بالمضرب. قلبناه كويس قوي، هو ده القوام اللي انا عايزاه. شايفين؟ هو ده القوام بتاع الكيكه بتاعتي. دلوقتي بقى افضيها هنا، عندي هنا صينيه مقاس 24. بس الاول دلوقتي ادهني الصينيه اي ماده دهنيه، وبعد كده نزلي فيها الخليط بتاع الكيكه. هندب دبتين كده عشان الهواء يطلع منها، وبعد كده هندخلها الفرن. هتقعد قد ايه في الفرن يا جماعه؟ هتقعد مش اقل من نص ساعه على درجه حراره 180. اول ما نلقى الكيكه عليت معانا وقربت ان هي تستوي، يعني قربت ان هي تحمر تاخد لون كده، هنوطي عليها، هنخلي درجه الحراره 150 ونسيبها بقى لغايه ما تنس وتستوي على مهلها كده، وتطلع بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. اول ما هتطلع الكيكه سخنه والشربات يكون برد، ونسقي بقى بيها الكيكه على طول. بصوا بقى الشربات مش هنحط كله مره واحده زي ما انتم شفتوا، شويه شويه. هنحط شويه كده، واول ما يتشرب هنحط شويه تانيين. يعني هنحاول ننزله كده على 3 مرات او 4 مرات. شايفين الصينيه بتاعتي جميله ازاي؟ دلوقتي بقى هنقسمها، قطعيها بقى بالتقطيعه اللي انت عايزاها. لو حابه كمان ان انت تزوقيها من فوق مكسرات او جوز الهند براحتك، بس انا الصراحه ما حبيتش ان انا احط عليها مكسرات او جوز الهند. يعني مش بنحب المكسرات والجوز الهند والحاجات دي تكون في معظم الحلويات يعني. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله؟ شايفين القطعة عاملة ازاي؟ جميلة. الارتفاع بتاعها مناسب جدا، ولا هي عالية اوي ولا هي يعني هابطة. شايفين ما شاء الله اللون بتاعها حكاية، الطعم حكاية. يعني الكيكة ما شاء الله بتحدث عن نفسها يا جماعة، مش محتاجة ان انا اقول لكم عليها. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. المكونات بتاعتها ما خرجتش بره البيت خالص، يعني كل حاجة ان شاء الله هتبقى موجودة في التلاجة.